هحكي لك النهارده عن ليلة من ليالي القاهرة النادرة اجتمع فيها الأدب والفن والموسيقى، وامتزج فيها الذكريات بالوداع الأخير للملحن العبقري محمد الموجي. إيه بقى الحكاية؟ الدكتورة لوتس عبد الكريم، وهي كاتبة مصرية، نظمت أمسية مميزة لتكريم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. وجهت الدعوة لعدد كبير جدا من الشخصيات الهامة، وحضر فعلا عدد كبير منهم. على سبيل المثال الفنان فاروق حسني اللي كان وزير ثقافة آنذاك، والدكتور أسامة الباز اللي كان مستشار سياسي للرئيس جمهورية، وكوكبة بقى من الموسيقيين أبرزهم الموسيقار الطويل كمال الطويل وسيد مكاوي وعمر خيرت ومحمد نوح. لكن الحكاية بقى إيه اللي هي مهمة في هذه القصة؟ أن الدكتورة لوتس اتصلت بالملحن العبقري محمد الموجي، فقالت له أنا عايزاك تحضر عشان دي أمسية للتكريم موسيقار الأجيال. لا أنا تعبان جدا ومريض ومش هقدر أتحرك. قلت له طب عشان خاطر أبو وهاب؟ قال لا خلاص ماشي، عشان خاطر سيادتك وخاطر الموسيقار الكبير أبو وهاب أنا هغادر فراش المرض واجي. وفعلا جه وحب يحتفل بالأمسية دي للموسيقار محمد أبو وهاب بطريقته الخاصة. عارف عمل إيه؟ غنى أغنية الجندول اللي كتبها الشاعر علي محمود طه، ولحنها الموسيقار أبو وهاب، وغناها سنة 1939. وكان الجميع قاعد مستمتع جدا بصوت العذب والجميل للموسيقار محمد الموجي. الدكتورة لوتس بتقول في اليوم الثاني بعد الأمسية دي اتصلت بالموسيقار الملحن المبدع محمد الموجي عشان اطمئن عليه، فلقيته تعبان جدا، وقال لها الحقيني لو تعرفي اي حد من الساده الاطباء، انا تعبان جدا. هي بتقول انا كنت اعرف الدكتور مصطفى المنيلاوي، وفعلا راح زاره ونقله فورا للرعايه المركزه، وقال لها على فكره حالته متاخره جدا. وحقيقي قعد حوالي ايام وتوفى. محمد الموجي وصفته الدكتوره لوتس عبد الكريم بانه الفنان العظيم البسيط الطيب النقي الصادق، وفعلا كان أحد عباقرة الموسيقى الذين يصعب على مصر أنها تعوضهم. القصة دي كانت في كتاب الدكتورة لوتس عبد الكريم عاشوا معي. الكتاب ده فيه حكايات جميلة جدا، حبيت أقول لك على حكاية من الحكايات